عثمان. يعني الصحابة يا إخوان كانوا بيجتهدوا يقولوا والله الإسلام كان عزيزا منيعا. طيب يا جماعة الخير، كيف الإسلام عزيز عند الشيعة بالاثنى عشر إماما والإمام في غيبة ما حد يعرف عنه حاجة، لم ينقل كلمة في دين الله؟ كيف الإسلام كان عزيزا عند الشيعة وكانوا يفتون الناس بالتقية؟ كيف الإسلام عزيز عند الشيعة وجعفر الصادق جاءه رجلان من الزيدية والرواية في الكافي والمصححة قالوا له أفيكم إمام مفترض الطاعة؟ قال لا. جعفر الصادق يقول للناس أنه ليس فيهم إمام مفترض الطاعة. موسى الكاظم وهشام بن سالم قالوا خرجنا من عند جعفر الصادق ضلال ما نعرف من الإمام بعده، فجئنا إلى موسى الكاظم قال يريد عبد الله ابن عبد الله بن جعفر الصادق يا إخوان عند الشيعة. جعفر الصادق يا إخوان عند الشيعة قال لك موسى الكاظم أخوه بيقول يريد عبد الله ألا يعبد الله. يعني أخ بيطعن في أخوه. وجعفر الكذاب وأولاد الحسن عندك طلبوا الباطل. يعني أنتم كفرتوا ذرية النبي علي بن أبي طالب، محمد بن الحنفية. ليش علي بن الحسين يروح يحتكم للحجر الأسود؟ ليش كان في نص على الإمام لماذا يروح يحتكم للحجر الأسود؟ الله أكبر، أصبح الإمام اللي بيحتكمون له عند الخلاف الحجر الأسود. والرواية صحيحة في كتبك، كل رواية هنا بقولها موجود مع التصحيح بالكتاب والجزء والصفحة. لكن أنت فين الإجابة على أسئلتي؟ عايزين إجابات يا جماعة الخير، عايزين إجابات. عمالين نعيد ونزيد في الأسئلة، نعيد ونزيد. أهو يا أخوان أهو. أين واحد من الصحابة المنتجبين؟ فين الإجابة؟ أين النبي سمى الأسماء؟ أبا عبيدة الحذاء المفيد كفر. أين رواية ال13؟ ابن أبي عمير أيضا أسقط جميع الروايات، أيضا الصدر. يا رجل كل هؤلاء فين الإجابة؟ فين الإجابات؟ 17 سؤال. ما أنا ليه عايز خلاص يا أخوان عمال ياخد وقت وأنا أخد وقت، والأسئلة إحنا بنعيد ونزيد فيها. لا عرفت تجاوب على أولاد الحسن ولا جعفر الكذاب ولا الحذاء ولا رواية ال13 ورواية بأسماء الأئمة ولا الأسماء ولا الصحابة المنتجبين. فين الإجابات؟ ولا إجابة قسما بالله العلي العظيم. وأتحدى أي شيء يجي يقول لي إن أنت جاوبت على سؤال ويعطيني الجواب.